نعود وإياكم سوية إلى غرب المملكة العربية السعودية، إلى جدة في المواجهة الكروية وديربي الغربية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. شوط المباراة الأول بأخطاء دفاعية حضرت الثلاثية في شوط المباراة الثاني. غربلة كبيرة من المدربين بالنسبة لمانويل جوزيه، يريد أن ينتهي الديربي في الهدفين اللي سجلها بالتغييرات المبكرة أحمد حديد سلطان النمري. نزول سلطان النمري يبدو أنه ملاحظة إلى أن الأهلي يشن كافة هجماته من الجهة اليمين، وبالتالي تقوية للخانة اليسار بالنسبة لفريقه. الآن مارسينيو يغادر أرضية الملعب. السفاح يحل كمهاجم إضافي بشوط المباراة الثاني. إذا لعبة مدربين. كرة عرضية لمنطقة الجزاء، عدت. هذه لعباتها عاد عباد، هذه لعبات الباكورد، هذه لعبات الكرات المقصية عباد، سواء مع المنتخب العماني أو حتى في المباريات اللي شارك فيها بالأندية المتعددة اللي لعب معها في مسيرة الحافلة. بالنسبة لهذا اللاعب مسيرة التهديفية الحافلة. عماد يبغى يلعب لعباته، يبغى لعباته، يبغى اللعبات المسجلة والماركة المسجلة لفان باستن. هي ماركة مسجلة لفان باستن، بطاقة صفراء لعماد الحوسني 180 سنتي، مثيرة حينما تطير في الهواء ال 180 سنتي لعماد الحوسني. بطاقة صفراء أيضا عماد. الاتحاد لعب 4 مباريات، فاز على الاتفاق 2-1 في افتتاحية مبارياته، باكورة مبارياته في مسابقة دوري زين، وسجل فيها هدف أيضا في مباراة كانت أمام الوحدة الإماراتي في جدة. هدف كان عابر للقارات في المباراة اللي فاز فيها الاتحاد 4-0 في جدة. الجولة الرابعة كانت بمسابقة دوري أبطال آسيا. حزازي يعاني من إصابة، يبدو لي هي نفس الإصابة اللي كان يعاني منها في شوط المباراة الأول. هذا الذي يضع جوزيه في حيرة. الإجراءات في كل مكان، التبديلات في كل مكان، المناورات في كل مكان، والصورة في المكان الذي يقف فيه نور المتغيب 4 أسابيع عن فريق الاتحاد، الذي لحق مؤخرا بالاتحاد، لم يشارك معه لفترة طويلة وفي معسكر الخارجي، ثم لاحق مؤخرا وعاد قبل المباراة الماضية في مباراة الحزم اللي انهاها الاتحاد امام الحزم 4-0 اللي سجل فيها هدف نايف هزازي. طبعا كان عاد نور قبل المباراة الحزم لكن ما شارك في مباراة الحزم. الجمهور يحيي كأنه مالك معاذ يتحرك للتغيير الآن. نعم، مالك معاذ ينعش الجمهور الأهلاوي، لكن هل ينعش الأهلي في شوط المباراة الثاني؟ هذا السؤال المهم. هو أنعش المدرجات الأهلاوية. يعني هل تكون مباراة للعمالقة أن ينزل مالك معاذ ويشترك محمد نور؟ عماد الحوسني يلعب عرضية، ضاعت فرصة التعادل. الهدف الضائع للأهلي من محمد مسعد. مرت لحظة على محمد مسعد. شوف الكرة من جديد، يبدو لي أيضا فيها أوفسايد. لا، هذه العرضية مسعد كان في الأوفسايد. أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. ويندرسون غادر أرضية الملعب، ترك مكانه لمالك معاذ. ثاني الكرة اللعب لعبد الله معيوف. الله، الحين يعني هذه الأحداث التي تحدث. مالك معاذ نزل في أرضية الملعب الشوط الثاني. نور قد يكون الاستعانة به أمر واجب على المدرب الآن في شوط المباراة الثاني. جمهور الاتحاد يعني الروح علت وزادت عند الأهلاويين بعد اشتراك مالك معاذ، وأيضا الروح تعلو عند جمهور الاتحاد لأنه نور يقترب من الاشتراك في شوط المباراة الثاني. منتشر الآن بالجهة اليسار. الاتحاد يبقى على نفس الهجوم، يبقى على نفس الحالة. سلطان النمري عرضية وصلت بالراس كريري، صافرة من حكم المباراة، مخالفة. يرفض الحديد المجري، يرفض الحديد. ضربة حرة مباشرة لصالح الاتحاد في مكان خطر، في مكان خطر.
عزم الوحدة الآن، هدف الأول وحدة في المباراة. ضربة حرة مباشرة لصالح الاتحاد في مكان خطير. قلوب تهتف وقلوب ترجف، قلوب الاتحاديين تهتف للكرة، تنتظر هدف. قلوب الأهلاويين ترجف، تنتظر فوات الهدف حتى يتجدد الأمل لهدفهم، لتعادلهم. ضربة حرة مباشرة لصالح الاتحاد. المعيوف في مرمى ينتظر، والكل يترقب والكل يتحفز، وتصويبة ترتد من دفاع الأهلي. خلاص عاد من مبروك زايد، ترجع ثاني مرة. المحاولة في الجهة اليمين، إبراهيم هزازي يلعب عرضية ساقطة، ضيعها عماد الحوسني في أحسن مكان، في أفضل مكان، في أخطر مكان. شوف 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 هزازي أوفر، ولا في الخيال ولا في الأحلام جت الكرة على رأس الحوسني، صلحها له. يا الله، الحوسني جد الفرصة الأفضل في المباراة على الإطلاق لهجوم الأهلي. ضربة حرة مباشرة، محمد نور يصل إلى أرضية الملعب. خلاص الزعل خلص، والصفحة الجديدة مفتوحة الآن في الدقيقة رقم 70 بين مانويل جوزيه ومحمد نور. الدقيقة رقم 70 تشهد الصفحة البيضاء بين نور ومانويل جوزيه. هزازي ترك مكانه لمحمد نور. ثلث ساعة أخيرة في المباراة يدخل فيها محمد نور الآن. كرة اللعب، طبعا التحية خاصة الآن من جمهور الاتحاد ورئيس الرابطة صالح القرني لمحمد نور. القرني اللي طالب جماهير الاتحاد بالحضور لهذه المباراة بقمصان موحدة بشعار الاتحاد، بقمصان موحدة بنفس الشعار، بشعار الفريق الاتحادي. ضربة حرة مباشرة الآن لصالح الاتحاد. مخالفة اللعب إلى سلطان النمري. النمري يصوب كرة مقطوعة، كل يغني على ليلى، كل يرتجي الهدف له، كل يتغزل في الشباك. ضربة حرة مباشرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، ممتازة من باولو جورجي. التغطية أيضا حاضرة من دفاع الأهلي. الجمهور يصمت مع صمت المباراة. الصمت المطبق في المدرجات هو صمت المباراة. كرة اللعب عرضية وصلت عند سعود كريري إلى باولو جورجي، صوب جول للعميد صاحب اللون الجديد بعد العيد وفي ليالي العيد. مباراة عنوانها عودة قائد، عودة روح، عودة عنفوان، عودة بنوران. فانفجر الانتي كالبركان، والهدف الثالث الآن للاتحاد. شوف التصويبة مرة ثانية، تصويبة من باولو جورجي غلط فيها حارس المرمى. يعني البرتغالي الأول سجل، اشمعنى الثاني ما يسجل؟ لا أسجل، وسجل الهدف الثاني في شباك المعيوف. ثلاثية اتحادية الآن في شباك الأهلي، 3 أهداف للاتحاد في شباك الأهلي. الهدف الثالث لمصلحة الفريق الاتحادي من باولو جورجي، وكأنه باولو جورجي يريد أن يعجل بنهاية الديربي مع هذه الدقيقة. الأهلي في طريقة للخسارة الرابعة على التوالي. جمهور الاتحاد
بكل تأكيد الآن لا يفكر في شيء سوى الغناوي والفرح، سوى الأفراح. هناك أفراح، هناك أتراح، وهناك ليالي ملاح، هناك أغاني وأزيج، وهناك ملامات، وهنا زياية يملأ الأماكن، وكرة لخارج أرض الملعب. ضربة زاوية، شوف الكرة إلى زياية، وصلت إلى خارج أرض الملعب. تغيير، ياكله 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 سمعين، يعني أعتقد أنه في بعض الأحيان إذا الجمهور كان بهذا الصوت هو أفضل أن يستمع للجمهور، يعني أن يكون هو التعليق عن المباراة، لأنه الاتحاد تقدم ب3 فكان هذا ردة الفعل في المدرجات. ومحمد نور يلعبها، وصلت للمعيوف. وهذه كرة ملعوبة لمنطقة الجزاء. المجري يطالب باستمرارية اللعب. الكرة وصلت إلى محمد نور، نور يتقدم، عدى نور عدى نور عدى نور، يمشي فيها نور، يمشي نور، يعدي من الثاني، لا هالمرة احتسبها مخالفة. يعتذر من الكل محمد نور، والاعتذار لمانويل جوزيه. نعم لازم يعتذر له، رجل لا يرحم. لكن عاد المدرب لا يصير صارم مرة. حلو انك تكون صارم في التدريبات وفي الانضباطية، لا تكون صارم مرة، خلي اللاعب يلعب لعبة. واضح إشارة نور إلى مانويل جوزيه. النمري إلى محمد نور، التمريرة وصلت للأمام، ما في أوفسايد، الأوفسايد على زياية، وكرة ساقطة. يا حظك يا حظك التعيس، راحت الكرة. كانت أجمل لقطة في المباراة، كانت لقطة المباراة، كانت لعبة المباراة من نونو أسيس، لكن عدت إلى خارج أرض الملعب. زياية لو تدخل فيها كان بالأوفسايد. أسيس طلب منها التراجع ولعب كرة ممتازة أسيس، لكن مرت إلى خارج أرض الملعب وسط ابتسامة الرضا. السفري طبعا من الطبيعي جدا هذا الصمت بالنسبة لجمهور الأهلي الآن. هذه كرة ملعوبة إلى عماد الحوسري، لكن تصويبها إلى خارج أرض الملعب. نعم يعني هو بصعوبة بالغة سدد الكرة الماضية، وسط مضايقات كانت على عماد الحوسري. لكن أود القول، يعني أود الحديث بصراحة عن جمهور الأهلي، الجمهور الذي بقي وفيا مع فريقه رغم كل الظروف السيئة ما قبل الديربي، إلا أنه حضر وفيا لهذه المباراة، آزر وشجع، وقف وهدف. وهذه كرة من عماد الحوسري وصلت لمبروك زايد، لا يلام المرء بعد اجتهاده. مسعد عند الركلة الركنية من جديد، كليكت في نفس المكان، والمحاولة ملعوبة إلى منطقة الجزاء، بحث عن هدف شرفي الآن مع اللحظات الأخيرة، لكن أيضا هذا الهدف غير موجود. وصلت الكرة لمحمد نور، مرتدة سريعة إلى عبد الملك زياية يتقدم، زياية هاجم، زياية مع كرة، لعبها في المكان الصعب لأحمد حديد، في المكان الصعب على أحمد حديد الآن مع الكرة. آخر كرة في المباراة، آخر صورة، آخر كرة، حديد مقطوع الكرة لخارج أرض الملعب، وصافرة تتبعها لبطاقة. إذا أيها السادات والسادة عشاق كرة القدم السعودية، الكرة القوية، أصدقاء الجزيرة الرياضية، القناة الوفية، أتت الصافرة من حكم المباراة الهنغاري السيد فابيان معلنا عن نهاية هذا الديربي الذي انتهى مبكرا، وانتهت قصة مبكرا من أول 10 دقائق في زمن شوط المباراة الأول بالهدفين المبكرة، إضافة لهدف باولو جورجي في شوط المباراة الثاني. مبروك، ألف مبروك لعشاق النمور.